الناس راهي تعاني، وأسوأ عيد حسب أصداء ملايين الجزائريين، أسوأ عيد هو هذا العيد. إلا يكذبوا عليك يقول لك يا سي تبون باللي راهو مليون كبش وتوزع على الناس، أنا نقول لك يكذبوا عليك، يكذبوا عليك يا سي تبون. ما كان لا مليون، ما وزعوا على الناس، ما كان توزيع عادل، ما كان توزيع حقيقي، ما كان ما وصل الناس، ما عيدتش، ما عيدتش الناس، ما عيدتش إلا بعض العائلات، لكن هذيك الأغلبية ما عيدتش. والخرفان اللي جابوهم من رومانيا ومن سوريا كما قالوا زعما من عند الجولاني، هما جايين من رومانيا، محمود السوري باعهم، يعني ما باعهمش، هما جاوا من رومانيا مباشرة، لكن الأوراق حولوهم من رومانيا، أصبحوا من سوريا. يعني سوريا البارح في الحرب العباد وما سكتش، ماتت، أصبحت تصدر الكباش، مستحيل. معلومات رسمية، الناس اللي داخلين في الميدان قالوا لي السيد هاد الكباش رومانيين، ومحمود السوري لقى طريقة لأنه عنده شركة في سوريا طبعا بصفته سوري وهو روماني، يعني عايش في رومانيا، حول الكباش أوراقهم على أساس أنهم جايين من سوريا، لكن هما نفس السلالة ونفس الغنم، أتحداهم يورونا الكباش تاع سوريا نفسهم، اللي يطير منهم الصوف، اللي مجرابين، اللي مراض، اللي قطوطة، هما نفسهم، علما وأن البيئة في سوريا تختلف على البيئة في رومانيا. الكباش تاع سوريا يختلفوا على الكباش تاع رومانيا، إذا نتحداهم يورونا الكباش تاع سوريا هذوك كيفاش دايرين، يورونا كما واحد شرا كبش سوري، يخرج لنا واحد مواطن صادق يقول أنا شريت كبش سوري وهاو كيفاش داير، ويصورونا. أكثر من هذا يستبون، أكثر من هذا. شوف السيد وزير الفلاحة اللي راهو معك في الصورة، وأعطاك تقرير أنه كل شيء الأمور تمام، وراهي الناس راضية وراهي الناس فرحانة. أنا نقول لك كما قالت الوزيرة السابقة بسمة عزوار، الشعب مش راضي يا سي تبون. والدليل شوف، تمديد بيع الأضاحي المستوردة إلى غاية 3 أيام العيد، إلى غاية 3 أيام العيد. الناس راهي تبعث لهم في الاس ام اس، هاوين تم قبول طلبكم رقم كذا وكذا، يرجى التقرب من نقطة بيع المواشي رقم كذا بالمهير ولاية البرج يوم 29 على الساعة 7 باش تذبحوا غدوة 30 اللي هو خارج مكان يذبح الخروف، يذبحوا على 7 العشية، معناتها يصبر حتى نهار لو 30 باش يذبحوا. اوكي، تم تسجيل الطلب يوم 18 ماي، الموعد محدد، عام حدوا لك الموعد وقتاش، الجمعة 29 ماي 2026، استلام عزوج، معناتها هذا يقدر يذبح، هذا يقدر غدوة إن شاء الله 29 يروح يذبح، ما كانش مشكل. سي تبون، هل المواطن الجزائري تعود يذبح الأضحية نتاعو يوم 3 من العيد غدوة 29 الجمعة؟ يعني هذا يروح يجيب الخروف بعد صلاة الجمعة، عزوج يروح يجيب الخروف ويذبحوا، ويقول لاولادهم، يقول لاولاده ومرته ولاده، يقول لهم يا سيدي نعيدوا، هي العيد راه البارح يا الشيخ عيد رانا الاربعاء، يقول لهم معليش احنا جانا اليوم نعيدوا اليوم. يعني تخيل هذه الفوضى، الناس ارواحوا تدوا خرفانكم وكباشكم يوم 29. هذا عزوج مزيه، عزوج يقدر يذبحه، يقدر ينشف، يقدر ياكل الدواره والكبده، يقدر ويزلف الزليف وكذا، بصح اللي عند 7 العشيه وش يدير؟ اللي عند 7 العشيه وش يروح يبيتوا معاه، يرقدوا معاه في الفراش، وغدوه لو 30 السبت يروح يذبحوا، هاو خلاص العيد فات يا سيدي، نطبقوا الشرع، العيد 3 ايام، كي يذبحوا نهار السبت يعيد مع اليهود ولا واش؟ يعيد مع نتنياهو، العيد تاع السبت ياخذ تاع اليهود يعيد معاهم ولا واش؟ فهمونا درك وش هذه الفوضى. وبعد يجي وزير الفلاحه ويقول له السيد الرئيس عمليه ناجحه 100% وجبنا مليون وزياده، مليون فاصل كذا، والشعب راضي. الشعب مش راضي يا تبون، يكذبوا عليك وهم فضحوا رواحهم بهذه المنصه اللي داروها ووزعوا بها الكباش، خدعوك وخدعوا الشعب. الشعب مش راضي يا تبون،
والشعب راه مدمر من العيد وزيد له انتخابات.